السلام عليكم، صباح الخير. والله هو الفيديو ده له مغزى معين، وهو انه انا بقالي فتره في موضوع كده بيقرقني يعني. ما علينا، الدنيا صبح. غير الاتوبيس اللي واقف في نص الشارع، ما علينا. وهو في الحقيقه انه الناس عندها دايما رغبه انها تزنق البشر في صوره معينه. يعني هي دايما مثلا شايفاك بتضحك، فيتصور لها وكأنه البني ادم ده مفيش في حياته مشاكل خالص، ان هو طول ما هو ماشي مسخسخ يعني بيضحك بس. مع ان هم لو سألوا انفسهم، يعني هو ممكن جدا البني ادم ده يكون بيضحك وهو متضايق عادي. يعني ما انا مش لازم افضل ماشيه اقعد اشد في شعري اقول ان جوز خالتي محروق ووالدتي متوفيه وابن عمتي اهبل وابن خالتي متخلف وابن اللي جابوا امي عبيط، يعني فاهم، وشقتنا مولعه 4 مرات. يعني مش لازم، فاهم، يعني مش لازم اعيش المأساة، لاني لو عشت المأساة بقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيتقال عليا دراما كوين، ابقى دراما كوين. ولو ما عشتش المأساة هيتشاف ان انا بني ادم سعيد جدا، فاهم ازاي؟ مع انه انا بقابل ناس كتيره جدا شكلها لطيف ومبسوطه وكل حاجه، ده ظاهريا، بس هم في الحقيقه عندهم مشاكل في الحياه. ده اللي هو الطبيعي يا جماعه، العادي، كلنا كده. يعني مش عشان الواحد نزل صورتين يضحك فيهم ولا بيكتب مثلا حاجه لطيفه بتضحك ولا بتاع ان هو ده الطبيعي بتاعه. عادي، احنا بني ادمين بنكتئب وبنزعل وعندنا مشاكل في حياتنا، وكلنا عندنا كراشات ما حدش حاسس بيها. يعني في مشاكل ده طبعا، ده كراشات، ده الحاجات البسيطه. احنا ممكن نحكي بقى حاجات نخلينا بقى نصح دموع في الفيديو، يعني الموضوع مش للدرجه دي. فهي الفكره كلها انه انا ازمتي الشنيعه انه الناس بتقتصر على اللي بتشوفه بس وتحكم على البني ادم. طبعا احنا ما نقدرش نلومهم، لانه في الاخر هو ده بس اللي هم شايفينه. بس احنا بنطلب يعني سعة صدر شويه وسعة نفوخ، يعني فاهم، انه البني ادم عموما عادي. يعني حد يقول لك انا نفسي ابقى انت حبيب قلبي، والله بص مني ليك والله ما هي راجعه، تعالى امسك الشيشه انت بقى، امسك الشيشه، عيش انطلق. انت عارف لو عرفت تعيش يوم هتبهدل انا بقول لك والله. يعني في حاسه ان انا في الاخر احط ايه اللينك بتاع اغنيه الاستاذه الفنانه اللي مدمره مشاعرنا كلنا، انا اسفه، الفنانه يعني اليسا، عكس اللي شايفانا. مش ممكن يا جماعه بجد والله، اصل حرام يعني. والمشكله بقى ان احنا كتير، يعني انا اكتشفت ان احنا كتير جدا الناس اللي هم من براهم حاجه ومن جواهم حاجه، بس بيحاولوا ان هم يتعاملوا من الحياه علشان عارفهم هي دي الحياه، دمعتين يعني هنعمل ايه؟ دمعتين لا ده كده بقى خرا، لا هي ضحكتين لا مؤاخذه معلش، اصل كده يبقى اكتئاب في معظم الوقت which is true، بس هنعمل ايه؟ فانا كنت حابه اقول يعني انه يعني ان احنا ما نحكمش بس بالمظاهر، وان احنا يعني يبقى عندنا سعه صدر وسعه نفوخ. يعني لو قدرنا، ولو ما قدرناش خلاص ممكن نسمع اغنيه اليسا يعني بعد الفقره دي طبعا، ويعني نقعد نبكي كلنا على الاطلال واللبن المسكوب. يعني مفيش مشاكل ان شاء الله. اوكي، شكرا، الحمد لله خير ان شاء الله.